ما اعتقدش ان كل الناس تعرف المكان ده اللي في دبي، من افضل الاماكن اللي احنا النهارده جايين نغطيها، اللي هو منطقه دبي كريك هاربر زي ما حكينا في اول الفيديو. زي ما انت شايف كده الموقع ده استراتيجي جدا، وبالذات المنطقه اللي انا فيها دي او المكان اللي انا فيه ده مش اي حد بيعرفه يعني بالظبط، لازم تيجي هنا وتكتشفه. زي ما انت شايف كده دي دبي كريك هاربر، زي ما بنقول عليها الداون تاون رقم 2. وهنا جنبيك بحر الخور زي ما انت شايف كده، اطلالتك مفتوحه عليه، يعني بعض الشقق اللي هنا اطلالتها مفتوحه على خور دبي او بحر الخور. ووراك على طول الداون تاون برج خليفه الناحيه الثانيه، فده كده الداون تاون رقم 1، وادي وراك الداون تاون رقم 2. طبعا كل ده الممشى السياحي او ممشى المارينا تبع دبي كريك هاربر. موجود هنا محلات براندات كلها، اماكن العاب الاطفال، وزي ما قلت لك دي واحده من افضل الاماكن اللي تقدر تستثمر فيها في دبي مع اعمار دبي كريك هاربر. طبعا المكان ده بدا من 2017 وحصل فيه ابريشيشن كويس جدا جدا، وناس حققت من وراه مكاسب وما زال تقدر تعمل فيه مكاسب، لان اعمار دايما مشاريعه بتزيد باستمرار لان الطلب عليها عالي. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين في دبي كريك هاربر. دبي كريك هاربر، انا الغرض من الفيديو ده ان اعرف الناس ايه هي دبي كريك هاربر. زي ما انتم شايفين ورايا كده موقع كويس جدا، حتى في ناس ما تعرفش ايه هي دبي كريك هاربر لان في دبي ما يعرفوش كتير عنها، بس بييجوا حتى يروحوا الاماكن اللي زي الداون تاون مثلا وعند منطقه البحر زي دبي مارينا والجي بي ار، وما يعرفوش حتى ان دبي كريك هاربر اساسا يعتبر هي الداون تاون رقم 2. فيها خدمات كتيره وفيها اماكن ترفيه كتيره هنعدي عليها ونشوفها في الفيديو دون. بس انا حبيت اول حاجه اعرفك دبي كريك هاربر مقسومه لجزئين، هي جزء الجزيره اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو على البحر على طول على بحر الخور، وكمان الجزء الثاني اللي هو بقيه الكوميونتي. ده كده الجزء الاول من الفيديو، ونشوف بقيه التفاصيل عن دبي كريك هاربر، وادينا فيها لايف يعني تبقى شايفها وشايف ان هي قد ايه ديفلوبد كوميونتي. وطبعا هو كل الكوميونتي من اعمار هو كوميونتي شقق وشقق مش فيلل من اعمار. طيب الجزء الثاني طبعا، او انت برضو ليه الفيديو ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك لو انت جاي على دبي وعايز تستثمر في العقارات، وعايز يعني تعرف اكتر عن اهم المشاريع اللي موجوده في دبي، وبالذات مشاريع اعمار طبعا لان هو يعتبر افضل المطورين العقاريين اللي في دبي. الفيديو ده هيكون مرجع ليك، او حتى من غير ما يكون مرجع ليك برضه هيكون بس كفايه انك انت عرفت دبي كريك هاربر في مشاريع بتنطرح تحت الانشاء. يعني هو اعمار بيبيع لك المشاريع تحت الانشاء دلوقتي في دبي كريك هاربر هنا. بتدفع دفعه اولى 20%، وبقيه الدفعات كلها بتبقى اقساط مع المطور، تمام، اللي هو اعمار لحد التسليم. التسليم بيكون خلال 3 سنين، 3 سنين ونص، 4 سنين كده يعني، تمام. فده زي ما انت شايف كده ده الكوميونتي. اتجاه اتجاه البحر، بيبعد عن الداون تاون ربع ساعه ولا شيء، مش بعيد عن الداون تاون القديمه اللي هي فيها برج خليفه، وفي نفس الوقت برضو ما فيهاش يعني فيها مباني كتير زي ما انت شايف ماشي كلها جاهزه، لان الانشاءات هنا بدات في 2017 ومتسلمين وناس عايشه. وفي نفس الوقت الشوارع هنا واسعه، وما بين المباني زي ما انت شايف كده، ممكن يكون باين في الفيديو ورايا ولا حاجه، في ما بين المباني مساحات كبيره ما بين المبنى والتاني، ومساحات خضراء كتيره برضو جوه الكوميونتي. فهي يعني هيكون لها مستقبل عظيم جدا جدا كنوع من الاستثمار. انك انت تشتري حاجه النهارده تحت الانشاء وعند التسليم سعرها يكون زاد بطريقه ممتازه جدا. حتى لو عايز تاجرها كشقه سواء ايجار شهري او ايجار سنوي، انت سهل انك تعمل كده، لانها من الاماكن اللي عليها طلب عالي جدا، وفيها كذا برضو بالمناسبه فيها كذا اوتيل من ضمنهم ذا ادرس من اعمار، وده فيدا برضو من اعمار، تمام. طيب النهارده الكوميونتي دون الشقق اللي فيه بتتباع بكام؟ بتبدا من 1,700,000 من المطور على طول، والمشاريع بتبقى مختلفه حسب كل مشروع، بيبقى عدد الطوابق وعدد الشقق اللي فيه بتبقى مختلفه. اللي احنا فيه دي اللي هي الايلاند الجزيره اللي فيها الوحدات دي 70% منها يعتبر جاهز، في 30% بيتسلم السنه دي والسنه اللي بعديها والسنه اللي بعديها. الجزء الثاني من الجزيره من الكوميونتي راح يكون فيه دبي سكوير مول، وده راح بيكون اكبر من مول في يعني اكبر مول، هيبقى اكبر من مول دبي ذات نفسه اللي هو اكبر مول في العالم. وهيبقى فيها برج الخور اللي احنا لسه بنشوف دلوقتي ايه اللي راح يوصل له، يعني لان هو دلوقتي بيتعمل له ريديزايننج. هو كان مصمم علشان يكون اطول برج في العالم، حتى يكون اطول من برج خليفه اللي هو اطول برج في العالم في دبي، بس بيعملوا ريديزايننج. الريديزايننج ده يوصل فين او يكون مثلا ايه بالظبط لسه ما نعرفش هيبقى عامل ازاي. لما يطلع الاخبار عنه اكيد برضه بنشاركها معاكم.
وهيكون برضو بالمناسبه ليه بقول لك برضو تقدر تاجرها كهوليدي هوم، لان احنا هنا في دبي عدد سياحه كبير جدا بيجي كل سنه على دبي، بيبقى عايزين شقق فندقيه وتبقى فيها خدمات احسن من الفندقي وعليها طلب كبير جدا. فبيجوا على دبي السياح بيلاقوا مثلا انك انت تبقى مأجر شقتك، تديله شقه مفروشه بالكامل بسعر منافس جدا للاوتيل، وبتعمل من وراها عائد استثماري 12 و15 يوصل ل 20%. طبعا لسه هنروح عند البحر تحت والممشى ونشوف الميه، والناحيه دي الاتجاه ده بالظبط كده في سنترال بارك، حديقه مركزيه جوه. يعني مش هنعدي عليها الفيديو ده وممكن نشوفها في فيديو تاني، بس هننزل تحت هنا دلوقتي على المارينا ونشوف كل يعني الممشى تبع المارينا ومرسى اليخوت، وكمان هنشوف برضو المطاعم والمحلات اللي موجوده هناك. ده كده مرسى اليخوت زي ما احنا شايفين، ودي دبي كريك هاربر. دي كده زي ما احنا شايفين اماكن المحلات المطاعم وكده، وبرضو في نفس الوقت دي اماكن برضو للترفيه، مراكب صغيره ومراكب كبيره زي ما كده. السان سيت تبع دبي من هنا من دبي كريك هاربر، طبعا ده داون تاون وبرج خليفه. الناحيه دي نايف وبار دبي، وعندنا كمان منطقه الكرامه وعود ميسا وهنا الجداف. طبعا المنظر اللي ورايا ده واحد من افضل المناظر اللي في دبي، السان سيت مع ابراج الداون تاون وبرج خليفه، وكمان البحر معاك. تقدر تقف من هنا كده في دبي كريك هاربر تستمتع بالاطلالات دي. زي ما انتم شايفين كده مرسى اليخوت، وعندك السان سيت وبرج خليفه من هنا كده تقدر تشوفهم. تمام، دبي سان سيت اهي، وده كده بحر الخور برج خليفه من الناحيه دي كده. تمام، دي دبي كريك هاربر اللي احنا فيها، وده كريك دبي او خور دبي المائي. دي مدينه الجداف الناحيه دي، محطه المترو. طبعا دبي اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي دي اللي هو المارينا تبع دبي كريك هاربر. زي ما احنا شايفين كده الكوميونتي جاهز كامل يعتبر، او المكان جاهز اوريدي في كل الخدمات، بس الانشاءات اللي تحت الانشاء او البنايات اللي تحت الانشاء دي اللي راح تتسلم بعد كده واللي تقدر تستثمر فيها دلوقتي. بعد كده بتقدر تستمتع بكل اللايف ستايل اللي موجود هنا. ده طبعا زي ما قلنا المارينا والممشى، ولسه طبعا في حاجات كتيره راح تاثر على الكوميونتي هنا بعدين بالايجاب طبعا، والاسعار راح تزيد بطريقه كويسه جدا. ليه؟ لان في كذا حاجه راح تاثر على الاسعار دي، زي مثلا ان في برج اللي هو برج الخور راح يتبني، وبرضه عندك محطات المترو لسه في 6 محطات او 4 محطات مترو راح يكونوا داخل الكوميونتي اوريدي واخدين الابروفال او الموافقه من دائره من الار تي اي، هيئه الطرق والمواصلات. وبرضه في مول دبي سكوير مول اللي راح يكون واحد من اكبر المولات اللي موجوده، واللي هتشتغل معظمها بالذكاء الصناعي. فبالتالي كده ادي زي ما احنا شايفين الكوميونتي ولا اروع. وده يعني من الحاجات المميزه جدا اللي بيسلمها اعمار، ان بيديك لايف ستايل ممتاز جدا. زي ما بنقول عليه كده احنا حاجه مميزه، حاجه فريده من نوعها، بيديك كواليتي عاليه جدا في الخدمات وفي اللايف ستايل، بيديك كوميونتي طبعا زي ما احنا عارفين، بيديك برضو يعني كده مشاريع اعمار بيحصل فيها كل حاجه، يعني زياده في راس المال، ايجارات بسهوله، تاجر شهري تاجر سنوي. لان حتى يعني لو في يعني بنقول مثلا اعمار مش احسن كواليتي، في مثلا شوبه الاقوى منها، مثلا في مثلا كواليتي تبع مثلا الينجتون اعلى من اعمار، بس الناس دي كلها مش هتسلمك كوميونتي زي اعمار. يعني شوبه بيسلم كوميونتي ممتاز جدا، بس مش زي اعمار زي ما احنا شايفين كده. يعني لو رحت عند الكوميونتي بتاع شوبه اكيد مش هيبقى زي الكوميونتي تبع اعمار اللي احنا فيه. الينجتون مش بيسلم كوميونتي برضه، الينجتون بيبني بنايات فرديه عادي، بيخش في الكوميونتي بتاع اعمار بيبني فيه مفيش مشكله، اعمار بيسمح له لان الكواليتي بتاعته والتاريخ بتاعه يسمح له ان هو يخش مع اعمار في الاستثمارات او في الكوميونتي تبع اعمار. يعني تمام، يعني اعمار سمح له ان هو يبني، اداله باع له اراضي في الداون تاون، وباع له اراضي برضه في دبي هيلز ستيت. فمطور محترم جدا جدا. زي ما احنا شايفين كده اللايف ستايل ممتاز جدا انك تستثمر في مكان اولا الناس عايشه فيه زي كده، وفي الخدمات دي كلها، والممشى والمارينا واللايف ستايل دون وحاجات واسعه. يعني ده كل ده بيقدم لك في الاخير فرصه استثماريه حقيقيه تقدر من وراها تحقق ارباح ممتازه، يعني سواء الايجار قلنا او راس المال. طبعا دي الداون تاون قلنا رقم 2 او الداون تاون الثانيه. تمام،
الداون تاون الاولى اللي هي الداون تاون اللي فيها برج خليفه هناك، وهنقدر نشوفه من هنا زي ما احنا شايفين برج خليفه. تمام. وكمان دبي سكاي لاين. زي هنا كده بالظبط. مش عارف رحله مدرسيه دي ولا ايه. فكده نكمل بقى مع المارينا والممشى. بس فلو عندك استفسار عن الاستثمار العقاري في دبي او في مع اعمار، او حابب تستثمر في العقارات في دبي، تقدر تتواصل معايا على الارقام اللي هتظهر عندك على الشاشه. انا محمد مصطفى، استشاري عقاري هنا في دبي. شكرا ليك.